دي اول مره ليا اجرب فيها النيفه دي في حياتي واشوفها هي بتستوي. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي عند ادم واحد بيعمل نيفه في القاهره، وانا عن نفسي اصلا ما اعرفش ايه النيفه دي، فتعالوا نجربها. ده بقى بيبقى شكلها بعد ما بتستوي، واللي ما يعرفش ايه النيفه دي اصلا زي حالاتي، فدي بتبقى عباره عن لحمه ضاني متسويه في بير تحت الارض، وبتقعد اكتر من 4 ساعات وما بيتحطش عليها اي نوع من انواع التوابل. يا جماعه احنا دلوقتي في القاهره كده، وعشوه خفيفه كده ايه قبل ما ننزل على اسكندريه. ده بقى اول حاجه طلبناها، وده ضلع ضاني. طلبنا برضه موزه ضاني، وبكده نبقى طلبنا ملخص المنيو اللي هناك ونعرف نقيم الاكل. طريقه التسويه دي مش اي مكان بيعملها، وهل لو عملها هيعرف يظبطها بالشكل ده ولا لا؟ تسويه اللحمه ما فيهاش كلام، بس طعم اللحم مسكر. عايز ملح بس، الملح عندهم بيضه يا جماعه، وهي اللحمه طعمها مسكر لان هم مش حاطين عليها اي ما بهارات. اعرفش النيفه دي بتبقى عباره عن لحمه متسويه في بير تحت الارض، تقعد لها بتاع 3 ساعات 4 ساعات عشان تطلع اللحمه مستويه ودايبه بالشكل ده. نجربوا لحمه الضلع دي بعيش ابو رده مع الطحينه. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان اللحمه بتنزل على معدتك على طول. تسويته حلوه قوي، تقريبا مفيش الكلام ده نفس كده جامد. بص شايف الحته دي كلها، بص بقى كده اللحمه من كتر ما هي مستويه فهي بتدوب في البق، وكون كمان ان اللحمه بتنزل لك من غير اي بهارات ولا تتبيله، فانت بتاكل لحمه اوريجينال ما عليهاش اي توابل. انت هتحس ان هي محتاجه ملح، بس عايز اقول لك يا غالي ان هي طعمها مسكر. يلا بينا بقى على الموزه الضاني، وما تستغربش من اللون الاحمر ده لان ده لون اللحمه. انا في حاجه بقى على طول بشوفها على النت كده نفسي اجربها. ابيض كده اللحمه سقطت اصلا من العظمه، بس هي الفكره ان اللحمه فيها دهون ياما. تسويه اللحمه حلوه وطعمها عجبني ومش محتاجه اي بهارات. طعم اللحمه مسكر كده، فانت حاسس ان انت بتاكل لحمه من غير اي توابل وبهارات. بس الطحينه اللي هناك ما عجبتنيش خالص، بعكس ان هي عجبت كل اللي معايا الا انا. صباع الصدوق اتقال عليه سجق بقى عشان احنا هنا في القاهره. ايه الفكره ان صباع الصدوق صباع طويل. الصدق ده بقى يا جماعه طعمه مش طبيعي. انا كنت شويه وهخلي الشيف يمديلي على ورقه ان الصدق ده ما علوش اي بهارات. انت بتاكل كفته على هيئه صدوق. تعالوا بقى كده ناخد صباع صدق وحته من الموزه في عيش برده. الموزه عجبتني قوي هي والصدق، دي اكتر حاجه رشح لكم ان انتوا تجربوهم من هناك. ولو عايز بقى حاجه تبقى تقيله شويه فانصحك بالضلع والطبق ده. واللي ما يعرفش فده طبق بهاريز او مشكل تعالوا لحوم. بقى نشيل الموزه دي على جنب، ندخل بقى البهارات. تبقى عباره عن اللحمه ومقطعه مفرومه كده بالشكل ده. استغرب الطعم انا هيبقى عامل ازاي. طعمها حلو ومش وحش، بس تقيله ودسمه قوي. ما فضلهاش قوي دي لان دي الناس معينه هي اللي بتاكلها وبتحبها. وكمان دي اول ما بتنزل لك لازم تاكلها وهي سخنه، عشان لما بتبرد بتلاقيها تقلت وجمدت بسبب الدهن اللي فيها. والمكان ده هو نيفه النجاحي، وده الفرع التاني بتاعهم اللي موجود في مدينه نصر امتداد رمسيس في وش وزاره الماليه.